هلو حبايبي الحلوين middle one. Are you ready to our lesson today؟ جاهزين لدرس النهارده يا حلوين؟ النهارده إن شاء الله هنكمل مع بعض lesson 2 في unit 1. كان بعنوان chemical compounds يعني مركبات الكيميائية، وكنا اتكلمنا عن الفالنسي وعرفنا الكيميكال فورمولا وعرفنا كل الحاجات الجامدة دي. تعالوا بقى نكمل مع بعض الحاجات الحلوة دي وناخد التايبس اوف compounds. يا ترى التايبس اوف compounds هم مين؟ قال لك انا عندي 4 compounds. عندي ممكن يكون acids وممكن يكون base وممكن يكون oxide وممكن يكون salts. طب اقدر اميز ما بينهم ازاي؟ قال لك يا سيدي الاول هما اتقسموا كده طبعا لايه؟ للبروبرتيز بتاعتهم. يبقى الكومباوندز كان بي classified according to their properties. ان الكومباوندز اتقسمت حسب البروبرتيز بتاعتها ل 4 ستيبس، لثلاث حاجات، ل 4 كومباوندز. عندي الاسيدز وعندي البيزس وعندي اوكسايدز واخر حاجه اللي هي السولتس. مين يا ترى الاسيدز؟ قال لك الاسيد ده اللي هو start by hydrogen ion، يعني بيبدا ب H. طب يعني ايه؟ تعالى نقرا الديفينيشن بتاعه. قال لك يا سيدي they are substances which dissociate in water producing positive hydrogen ion اللي هي ال H positive. يبقى اي كومباوند يستارت باي هيدروجين بوزيتيف يبقى ده على طول مين؟ ده على طول اسيد، ده على طول ايه؟ اسيد. طب تعالى نشوف فور اكزامبل. هيدروكلوريك اسيد اللي هو HCl، وعندي السلفوريك اسيد اللي هو H2SO4، وعندي النيتريك اسيد اللي هو HNO3. التلاتة دول يعتبروا اكزامبل على الاسيد، واللي يتميز بيه ان ستارت باي هيدروجين بوزيتيف وبعديها في الشق النيجاتيف. تمام، جميل قوي. يبقى انا هنا البدايه بتاعتي بايه؟ بالاتش البوزيتيف، والكماله هتكون بالنيجاتيف. اي حاجه نيجاتيف اكسبت الاو اتش، يبقى اي حاجه نيجاتيف اكسبت مين؟ الاو اتش. انت طبعا عارف ان السي ال دي بتكون نيجاتيف، والاس او 4 دي نيجاتيف برضه، والان او 3 نيجاتيف. يبقى الهيدروجين اللي هي البيز بتاعي، الاساس، الحاجه الاساسيه علشان تكون موجوده عشان يكون ده ايه؟ اسيد. طب يا ترى ايه هي البروبرتيز بتاعته؟ ايه هي الصفات بتاعته؟ قال لك البروبرتيز اوف اسيد the chemical formula of all mineral acids begin with hydrogen اللي هي positive H. تمام، وبيقول لك jointed with one of negative atomic group. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ممكن يتحط جنبها اي atomic group تكون نيجاتيف، بس اهم حاجه انها تكون except ال OH. اي حاجه المهم ان OH لا. تمام، يبقى اتش بوزيتيف او اتش نيجاتيف لا مش عايز. اي حاجه تانية نيجاتيف، سي ال نيجاتيف اوكي، بي ار اوكي، اي اوكي، اي حاجه نيجاتيف. تمام، او ممكن يقول لك ايه؟ او نون ميتال. يبقى المهم ان هو يكون نون ميتال نيجاتيف او يكون اتوميك جروب نيجاتيف، بس اهم حاجه ان الاتوميك جروب ده ما يكونش ايه؟ الاو اتش نيجاتيف. بيقول كمان انه بيتميز ان هو بيكون ايه؟ ساور تيست. يعني ايه ساور تيست؟ يعني طعمه بيكون حمضي، زي كده طعم الليمون. مش الليمون ده بيعتبر على فكره اسيد، بيكون حمضي، فبنحس ان طعمه ايه؟ حمضي، فبنقول عليه ايه؟ ساور تيست. يقول they change the color of litmus paper to be red. يعني كمان بتغير لون ورقه عباد الشمس للون الاحمر. احنا عندنا في المعمل مثلا عندي في البيكر ليكويد. الليكويد ده مش عارفه هو ده ايه؟ الكومباوند ده اسيد ولا بيز ولا سولت ولا اوكسايد ولا ايه بالظبط؟ فاول حاجه هعملها هجيب الليتمس بيبر وحطاها في البيكر بتاعي، اشوف يا ترى اللي جوه ده هيخليها ريد ولا هيعمل فيها ايه؟ خلاها ريد، يبقى خلاص كده البيكر اللي جوه البيكر ده كده مين؟ ده اسيد، ده حمض. تمام، يبقى they change the color of litmus paper to be red. استنى انت ما نسيت تقول لي هي ليه هتحمرها؟ قال لك بسبب ال H البوزيتيف اللي موجوده فيها. يبقى acid change the color of litmus paper to red color. why؟ ليه؟ قال لك ببساطة جدا due to the presence of hydrogen ion، بسبب وجود الهيدروجين ion. تمام؟ اوكي. طب واللي بعده؟ قال لك يا سيدي كده خلاص خلصنا الاسيدز، ندخل على البيز.
البيز مالها بقى؟ قال لك they are substance that dissociate in water producing negative hydroxide ion اللي هو ال OH النيجاتيف. يعني قال لك ان البيز ده بيتميز ان هو لو اخدناه وحطيناه في ميه ودوبناه قلبناه كده هيتفكك ل OH نيجاتيف واي حاجه جنبه تكون بوزيتيف. يبقى تحس كده ايه ان البيز ده تحسه عكس الاسيد في ايه؟ ان الاسيد هناك كنا مثبتين اللي هو الايه الجزء البوزيتيف اللي هي كانت الاتش بوزيتيف وقلنا جنبه اي حاجه تكون نيجاتيف ما عدا تكون ايه الاو اتش. هنا بقى الاو اتش جبنا في ملعبها. الاو اتش هتقول لك ايه بقى؟ انا هنا الاساس الاتش تيجي تقف جنبي لا انا كمان هرفضك. يبقى في البيز لما الاو اتش تيجي الاتش تقول لها ايه؟ ممكن تقعديني جنبك، ممكن ابقى اكون انا البوزيتيف تشارج. قالت لا، زي ما طردتيني في الاسيد انا كمان هطردك وانا في مكاني في البيز. يبقى الاو اتش النيجاتيف ده تعال نشوف ازاي يقدر يعمل ايه بيز. عندي مثلا فور اكزامبل الصوديوم هيدروكسيد اللي هو ال NaOH، عندي كالسيوم هيدروكسيد او اللي هو CaOH براكت 2، وبوتاسيوم هيدروكسيد اللي هو KOH. ينفع نعمل HOH؟ نو ما ينفعش، ده مش بيز. تمام؟ ليه؟ ال H بتطرد ال OH وال OH بتطرد ال H، كل واحدة فيهم مش عاجبها التانية. تمام؟ خليها ثابتة كده في دماغك. جميل جميل جدا. قال لك طب البروبرتيز اوف بيز او الالكالويز، ايه هي مميزات البيزس؟ قال لك the chemical formula of all kinds and with OH negative group. يعني بيقول كل الكيميكال فورمولا للبيزس او بنسميها اسم تاني اسم دلع كده اللي هي الالكالويز، هي ايه بتتميز؟ ان هي بتنتهي بايه؟ بالOH negative group. جميل عظيم. طب وايه كمان؟ قال لك the aqueous solution have a bitter taste and is a feel slippery. يعني ايه؟ يعني قال لك يا سيدي ان طعمها بيكون مر وبتكون مزحلقه كده. يعني مثلا لو ماده في المعمل اللي وقعت على ايدك وهي بيز تحسها كده زحلقت لك ايدك. اكبر مثال على كده الصابونه دي اصلا ميد اوف NaOH، يعني مصنوعه من الصودا الكاويه. يعني ايه؟ يعني بتقول لك ان هي مصنوعه من من البيز، من من الالكلاي. علشان كده لو بقى حبه صابون في ايدك تلاقيها بتزحلق، لو مسكت الصابونه وهي كده تحسها مبلوله تلاقيها ايه؟ بتتزحلق من ايدك. يبقى ايه؟ slippery. صح ولا لا؟ كمان يقولك they change the color of litmus paper to be blue، يعني بتغير لون ورقة عباية الشمس للون الأزرق. يبقى أنا لو في المعمل ومش عارف المادة اللي قدامي دي إيه وحطيت فيها الليتمس بيبر ولقيتها اتغيرت للون البلو، يبقى ده كده إيه؟ يبقى ده كده بيز. سهلها على نفسك عشان انتوا كتير بتتلخبطوا فيها. انا عندي بيز ستارت باي لتر بي، وعندي هنا البلو بلتر بي برضه. تمام؟ يبقى بيز بي، بيز يبقى بلو، اسيد يبقى ريد. تمام؟ حلو قوي. عندي بيقول لي البيزز تشينج ذا كلر اوف ليتمس بيبر تو بلو كلر. ليه يا ترى؟ قال لك واي، يبقى due to the presence of hydroxide ion اللي هو ال OH negative. يبقى due to the presence of the hydroxide ion اللي هو ال OH negative، بسبب وجود ال OH negative. طيب كده نكون خلصنا البيزس. ندخل على نمبر 3 اللي هي oxides. قال لك they are compounds resulted from the combination between oxygen and an element even though it is metal or non-metal. يعني بيقول ان الاكسيد ده المهم يكون الاكسجين حاشر مناخيره في الموضوع. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا قبل كده ان طالما تسمع كلمه اوكسيد يعني الموضوع فيه اكسجين. طالما تسمع كلمه اوكسيد يبقى الموضوع فيه ايه؟ فيه اكسجين. يبقى element الاكسجين موجود، يبقى ده كده ايه؟ اوكسيد. يبقى ده كده ايه؟ اوكسيد. تمام؟ بس ما تجيش تقول لي او اتش يبقى اوكسيد، لا، او اتش دي على بعضها اسمها هيدروكسيد، لكن او يبقى اوكسيد. تمام؟ فاهمني؟ فبقول لك الاوكسايدز از ديفايدد انتو، الاوكسايدز دي بقى ممكن تتقسم لاتنين. يعني ايه؟ قال لك الاكسجين احنا نعرف ان هو نون ميتال. طب النون ميتال ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل جين للالكترونز وممكن يعمل شير. فلما بيجي يعمل جين للالكترونز بيتفاعل مع الميتال، فساعتها هيكون لي ميتال اوكسايدز. ولو الاكسجين اتفاعل مع نون ميتال اخر فساعتها هيكون لي نون ميتال اوكسايدز. صح ولا لا؟ طب تعالى نشوف. قال لك ان الميتال اوكسايدز they are formed from the combination of oxygen with metal. زي مين مثلا؟ قال لك عندي ال Na2O
وعندي CaO وعندي Al2O3. يبقى الصوديوم أكسيد، كالسيوم أكسيد، وألمونيوم أكسيد. يبقى كلمة أكسيد أفهم منها إن وجود إيه؟ الاكسجين حاشر مناخيره في الموضوع. بالنسبه للنون ميتال، من النون ميتال اوكسايد قال لك they are formed from the combination of oxygen with non-metal. يعني ايه؟ يعني هنا برضو الاكسجين حاشر مناخيره بس مع نون ميتال، يعني بيعمل شير للالكترونز، صح ولا لا؟ جميل. طب فور اكزامبل عندي كربون دايوكسيد وعندي سلفر ترايوكسيد. طب هنا سلفر على فكره مكتوبه بس ايه فولس، تمام. اخر حاجه عندي ايه السولتس. مين السولتس يا سيدي بقى؟ قال لك ده عباره عن بوزيتيف تشارج ماسك في نيجاتيف تشارج. ازاي؟ قال لك they are compounds resulted from the combination of positive ion and negative ion. البوزيتيف ايون ده يا جماعه ممكن يكون احتمال من الاثنين. ممكن يكون البوزيتيف ايون ده ممكن يكون ميتال وعمل لوز الكترونز، وممكن يكون بوزيتيف اتوميك جروب، صح ولا لا؟ وممكن الناحيه الثانيه اللي هو النيجاتيف ايون ده ممكن يكون نون ميتال وعمل جين للالكترونز، او ممكن يكون اللي هو الاتوميك جروب اللي هو النيجاتيف، صح ولا لا؟ جميل. طب تعالى نشوف الاحتمالات اللي عندنا. قال لك يا سيدي البوزيتيف ايون ده زي ما قلنا ممكن يعمل شير مع النيجاتيف ايون ويكون لك ال NaCl او ال BbBr2. ال NaCl زي ال Na دي المفروض اللي هي بوزيتيف ايون اللي هي الميتال، والنيجاتيف هنا Cl اللي هي النيجاتيف ايون. وهنا عندنا ال BbBr2. البي بي ده المفروض ان هو البوزيتيف ايون اللي هو الميتال اللي عمل لوز للالكترونز، وعندي البي بي ار 2 ده اللي هو بيمثل مين؟ النيجاتيف ايون ويعمل جين للالكترونز، تمام. يبقى انا عندي بي ار 2 وعندي ان اي سي ال، ده عباره عن كومباينيشن للبوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون مع بعض عشان يكون لي السولت. طب بالنسبه للناحيه الثانيه عندي البوزيتيف ايون ويز نيجاتيف اتوميك جروب. مين البوزيتيف ايون؟ قال لك البوزيتيف ايون ده اللي هو الميتال، صح ولا لا؟ بس عمل لوز لالكترونز. والنيجاتيف اتوميك جروب ده النيجاتيف اتوميك جروب اللي زي مثلا او اتش نيجاتيف وكل الحاجات اللي احنا اخدناها في التيبل اللي في الفيديو اللي فات. زي مثلا عندي صوديوم نيتريت اللي هي NaNO3، والمغنيسيوم كربونات اللي هي MgCO3، تمام. يبقى الصوديوم نيتريت اللي هي NaNO3، الصوديوم ده اللي هو البوزيتيف، وعندي NO3 اللي هي النيجاتيف، وده الجزء اللي هو النيجاتيف اتوميك جروب، لكن الصوديوم اللي هو البوزيتيف ايون للميتال. طيب عندي الجزء الثاني اللي هو المغنيسيوم كربونات اللي هو MgCO3. الMg ده الجزء بتاع البوزيتيف ايون للميتال، والCO3 ده يعتبر اللي هو النيجاتيف اتوميك جروب. عظيم، جميل جدا. الاحتمال الثاني بقى ان البوزيتيف ده ما يكونش بوزيتيف ايون، لا 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 لا، يكون بوزيتيف اتوميك جروب زي ال NH4 اللي احنا اخدناها الوحيده اللي هي كانت NH4 بوزيتيف دي. فهي البوزيتيف اتوميك جروب ويز نيجاتيف ايون. فور اكزامبل عندي هو NH4Cl وال NH4Br، تمام. عظيم جدا. الجزء الثاني بقى اللي انا ممكن يكون عندي اللي هو البوزيتيف اتوميك جروب بس مش مع نون ميتال، لا 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 لا، يكون مع نيجاتيف اتوميك جروب. يبقى بوزيتيف اتوميك جروب ويز نيجاتيف اتوميك جروب هي NH4CO3. NH4 هي دي البوزيتيف اتوميك جروب، والCO3 هي النيجاتيف اتوميك جروب، تمام. عظيم جدا. اخر حاجه خالص في الليسون عندنا هو بيقسم لك السولتس من ناحيه من ناحيه السوليبل ان ووتر والانسوليبل ان ووتر، اللي بيدوب في الميه واللي ما بيدوبش في الميه. اللي بيدوب في الميه هما NaCl والK2SO4 والNa2S والMgCO3، تمام. MgCO3 كل دول يعتبروا من السوليبل ان ووتر اللي بيدوبوا في الميه. طب يا ترى مين اللي ما بيدوبش؟ قالك اللي ما بيدوبش هو السيلفر كلورايد AgCl، وعندي الليد ايودايد اللي هو BbI2، والليد سلفيت اللي هو BbSO4. الحاجات دي مش بتدوب في الميه، لكن اللي احنا قلناهم قبل كده دول اللي كانوا بيدوبوا في الميه. لازم تحفظهم علشان سهل جدا يجيب لك سؤال بسيط يقول لك comparison between salt soluble in water و salt insoluble in water، تمام. ذاكر الدرس كويس، انت مفيش حاجه صعبه عليك بالمذاكره وبالمتابعه اول باول، انت الموضوع يبقى سهل وبسيط بالنسبه لك. لو احتجت اي حاجه ابعت لي في الواتساب او ابعت لي في الكومنتس، وانا معاك في اي وقت وفي اي سؤال. وباي باي.